السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان، واليوم فيديو جديد اللي غادي يكون مليء بالمعلومات والمعطيات المفيدة جدا والحصرية. فالإخوان اليوم كاين أخبار مهمة جدا، نتمنى أنكم تكملوا الفيديو حتى الآخر وتدعمونا بلايك واشتراك باش تشجعونا على نشر المزيد إن شاء الله. فالإخوان بلا ما نطول عليكم وبلا ما نحرق عليكم المراحل، فالإخوان غادي نبداو مع برايم دياز. بحيث الإخوان كاين أخبار اللي خرجت اليوم بحيث الإخوان ليفربول كيتفوق على المنافسين ديالو توتنهام وأرسنال في السباق باش يضموا لاعب ريال مدريد برايم دياز والمغربي الجوهرة الجديدة أيضا في المنتخب خلال الميركاتو الشتوي شهر يناير المقبل. يعني الإخوان في يناير فرا ليفربول الإنجليزي غادي دير كل ما في جهدها باش أنها تضم اللاعب المغربي برايم دياز، لاعبين صحاب جودة كبيرة في الصفوف ديالو في يناير المقبل. فالإخوان خاصة أن ليفربول باقي الإخوان ما عزش الصفوف ديالو في السوق الصيفي الماضي سوى بلاعب واحد عندما تعاقد مع فيديريكو كيزا، واللي ايضا باقي ملعب وباقي يلاه داخل مع تدريبات الفريق. وايضا اخوان في مباراه ريال مدريد الليله فرا ما حضرش كيزا اللاعب. فللعلم الاخوان قبل هذا العرض هذا اللي عطاتو ليفربول لريال مدريد، فرا الاخوان كانت ريال مدريد نشرات خبر او كانت كتقول بلي انهم ما غاديش يفرطوا في برايم دياز وانهم باقي محتاجينه، والفريق الملكي ما غاديش يفرط في برايم دياز وما غاديش يخليه يغادر، وبغاوه يكمل معهم ويسيني معهم الى امد طويل جدا. لكن الاخوان باقي ما كاينش حاجه اللي رسميه، ونشوفوا شنو غادي يكون في المستقبل ديال برايم دياز. فالاخوان الا كان اللاعب المغربي غادي ياخذ فرصه ديالو كامله مع الملكي فهذا شيء جيد، وخاصو يستغل هذا الشيء خصوصا هذه الايام مع عده العصابات اللي كتصيب الفريق الملكي بحال فينيسيوس جونيور رودريغو والعديد من اللاعبين المصابين. فرا الاخوان كنظن ان برايم دياز عنده فرصه فين يبين على راسه في الريال الملكي. فكما كانش هذا الشيء نقدر نقول لكم انه خصو يغادر ويقلب على راسه في فريق اخر كما كان واعر في الميلان. وبخصوص الحاج المزراوي، فالاخوان مدرب مانيو يونايتد الجديد روبن اموريم واللي هو اصله برتغالي، فالاخوان اشاد باداء نصير مزراوي ضد ابسويتش تاون، على الرغم من انهم تعادلوا به 1-1 في اول مباراه للمدرب البرتغالي مع الفريق الانجليزي، خرج بتعادل 1-1، لكن هذه كبدايه فقط. فالاخوان في بورتمان رود كان الدوري المغربي احد اللاعبين القلال اللي قدروا الاخوان او يتمكنوا باش يرفعوا الرؤوس ديالهم عاليا بعد ما قدم نصير مزراوي اداء مميز جدا ورائع. فالاخوان اش غادي نقول لكم، فرا مزراوي فرا لاعب واعر اللهم بارك، للاسف جاء في حقبه حكيمي. حتى الاخوان مزراوي كان الاداء ديالو اكثر اثاره للاعجاب، بحيث تم تكليفه باللعب باش او يدير ادوار غير مالوفه كقلب دفاع ايمن في خط الدفاع الثلاثي. فكما عارفين كاملين او لا الا تفرجنا في الماتش ديال مانيو فمزراوي لعب في خط دفاع ثلاثي وكان على اليمين جدا، وكان ايضا عنده مسؤوليه ديال انه يبني اللعب من الخلف مع اللاعبين الاخرين. وفي الحديث ديالو او في حديثه في هيئه الاذاعه البريطانيه BBC الاخوان، فعبر المدرب البرتغالي الجديد روبن اموريم على الاعجاب ديالو بمزراوي، وهو نفس الشعور اللي كيشعر به العديد من المشجعين حاليا. بحيث الاخوان اموريم كان قال على الافتقار الحالي للخيارات في مركز قلب دفاع في النادي، فالنادي الاخوان كيعاني حقيقه من نقص من اللاعبين الدفاع، لكن الاخوان مزراوي وديليخت اللاعبين الجدد في مانيو حاولوا انهم يغطيوا هذا الشيء هذا شويه. فالاخوان هذا الشيء اللي كان بخصوص مزراوي. المدرب ما قصرش من جهده باش يشيد باللاعب رقم 3 في اليوم المزراوي، بحيث قال بالحرف: ليس لدينا الكثير من لاعبي خط قلب الدفاع، لذا كيتعين علينا تكييف بعض اللاعبين. كنعتقد بلي ان نصير مزراوي قدم اداء جيد للغايه. واضاف ايضا الاخوان روبن اموريم المدرب الجديد للمانيو واللي خضع اول مباراه له مع الفريق على نصير مزراوي انه ذكي بما يكفي، وهذا مهم للغايه بالنسبه لنا كفريق قوي وفريق كبير جدا، وكيمكن لنصير مزراوي اللعب في اي مكان، وهذا النوع من اللاعبين امر بالغ الاهميه لمستقبلنا ومستقبل الفريق. وهذه ماشي المره الاولى اللي كيظهر فيها مزراوي الاخوان بهذه المرونه ديالو اللهم بارك، بحيث لعب ايضا كرقم 10 مع إيريك تين هاك خارج الملعب ديالو. قدم الاخوان الفريق التركي فينيرباتشي في الشهر الماضي في اليوروبا ليج، كما لعب ايضا مزراوي في مركز الظهيرين كي لعب فيهم بجوج سواء الايمن سواء الايسر وكيتالق، وبعض المرات كيتالق في الظهير الايسر اكثر كاع من الظهير الايمن وهو البوست الاصلي ديالو. حيت الاخوان الا شفتوا مزراوي فاش لعب كظهير ايسر ضد تشيلسي فراه مستوى
كبير اللهم بارك، وكان من افضل لاعبي المباراة. فالاخوان ومن ممكن باش يطلب منه يملأ مراكز الظهير في تشكيل اموريم، بحيث اموريم الاخوان غادي يعتمد بزاف على ثلاثي الدفاع، واصلا غادي يلعب تشكيله 3-4-3 كثيرا في المستقبل، اللي غادي تعتمد على مزراوي ودي ليخت واحد لاعبي الدفاع الاخرين في المانيو. اما بخصوص الدولي المغربي الاخر المتالق اخيرا مع المنتخب الوطني المغربي ومع فريقه ايضا اسماعيل السباري، بحيث الاخوان الدولي المغربي اسماعيل السباري واللي كيحترف في صفوف ايندهوفن الاولندي او بي اس في ايندهوفن اللي كيلعب في الدوري الهولندي، واللي كيملك عقد مع هذا الاخر او مع الفريق ديالو لغايه يونيو 2029. فالاخوان سباري حاليا تحت رادار نادي فياريال الاسباني للعلم، بحيث الاخوان كينشط المواطن ديالو الياس اخوماش اللي كتباعدو الاصابه للاسف برباط صليبي، واللي كيلعب مع فريق الغواصات الصفراء فياريال. فكنظن ان اسماعيل السباري غادي يكون قريب او غادي يفكر جيدا في هذا العرض هذا باش يتصدم او باش ينتقل لفريق الغواصات الصفراء وللدوري الاسباني، واللي كتعتبر دوري مهم جدا في الدوريات الكبرى الخمس الكبرى عفوا قلبتهم. وكنظن انه غادي يزيد يطلع النيفو ديالو. فالاخوان سيباري كان عليه من شحال هذه غادر الفريق الهولندي، بحيث الاخوان فريق الغواصات الصفراء خرجت اخبار متداوله كثيرا، بحيث في هولندا في الوقت الحالي كتاكد اخبار او مصادر موثوقه بان السيباري غادي يحط تحت مجهر فياريال وفريق انجليزي. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم وتتبعكم للقناه، غادي نوقفوا معكم ان شاء الله كل ما هو جديد، وغادي نحاولوا نطوروا المحتوى ديالنا والاخبار، ونتمنى يعجبكم الفيديو. تحدثنا على جديد اللاعبين ديالنا، ورا كل يوم ان شاء الله غادي نبقاو نحطوا لكم فيديوهات. فاش تكون جالس تبغي تتفرج غتدخل غتلقى فيديو هو هذاك مريقل ناضي، غتفرج وغادي تستمتع. فقط نتمنى انكم بقاو تكملوا الفيديوهات حتى الاخر، حيت كتكون اخبار اللي كتفوتوها عليكم. ودعمونا بلايك وبالاشتراك، وخليونا الراي ديالكم في الكومونتير، شاركوا معنا الراي ديالكم، ورا كنجاوب كلشي الاخوان، ما كنخلي حتى شي واحد، رغم ان التفاعل نقص شويه في هذه الايام الاخيره. لكن الاخوان القناه غادي نعاودوا نحيوها عاوتاني من جديد، وغادي تولي قناه كبيره ان شاء الله. فراه هادشي كيبغي شويه الصبر والقليل من الدعم ديالكم، غادي نقدروا اننا نطوروا هادشي ديالنا ان شاء الله جيدا، ونتمنوا يكون خير ان شاء الله في المستقبل. ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، نتمنى يكون غدا ان شاء الله. هادشي اللي كان. الا وصلتي حتى لهنا طابي لي 5 في الكومونتير، غادي نشكرك بزاف لانك كملتي الفيديو. نتلاقاو غدا ان شاء الله، مع السلامه.